أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نشكركم على هذه الاستضافة ونتمنى لكم مسيرة موفقة ناجحة. أريد أن نتكلم عن هذا الموسم، موسم الولية الصالحة طعلات، هذا الموسم الديني الكبير الذي يعد بمثابة عيد وطني لأهل هذه المنطقة، يجددون فيه الصلة فيما بينهم، يجددون العلاقات ويجددون صلة الرحم والتعارف فيما بينهم. ومن بين الأهداف أيضا هي تجديد الولاء والإخلاص لقائد الأمة ورمز وحدتها أمير المؤمنين حفظه الله ونصره. هذا الموسم العظيم الكبير موسم قرآني يحجه عدد هائل من طلبة العلم ومن طلبة القرآن، وهدفهم هو أن يتباروا ويتنافسوا في حفظ القرآن الكريم في هذه البقعة الطاهرة، بحيث يحيون ليلة الجمعة بقراءة القرآن الكريم بالطريقة المعلومة لدى السوسيين، هي طريقة تحزبد، ابتداء من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. هذا الموسم طابعه هو الطابع الديني 100%، يملأ الفضاء الكوني لهذه البقاع الذكر والتسبيح وقراءة القرآن والدعوات الصالحات لمولانا أمير المؤمنين حفظه الله ونصره. المدرسة العتيقة طعلات تقوم على أساس من إحسان المحسنين وتقديم العون ويد المساعدة إليهم، بحيث أن المدرسة لا تستفيد من الدولة حاليا، وإنما مصادر رزقها ومصادر تمويلها من طرف المحسنين جزاهم الله خيرا. والمحسنون غير معينين، إنما هم محسنون مثلا وفقهم الله تبارك وتعالى لخدمة العلم، لخدمة القرآن، لخدمة الدين، وينفقون أموالهم في هذا السبيل. وحتى هذا المسجد الذي دشن اليوم وهو معلمة تاريخية كما قلنا، إنما هو من طرف المحسنين وفقهم الله وجزاهم أحسن الجزاء على هذا العمل وسجله في صحيفة أعمالهم الصالحة. وزارة طبعا تدعم المدارس العلمية التي خضعت للنظام الجديد. المدرسة العتيقة حاليا لم تخضع لهذا النظام، لذا لا تستفيد من الوزارة. المدارس العتيقة التي خضعت للنظام كانت تستفيد من الدولة وتستفيد من وزارة الأوقاف وتدعمها وزارة الأوقاف، بينما المدارس الأخرى التي بقيت حرة لا تستفيد من الوزارة. إذن هنا حرية، الحرية التامة، بحيث لا تدخل الوزارة في المدرسة ولا في دروسها ولا في شيء من هذا القبيل. جميع المدارس التي تجتمع في هذا الموسم تفوق العد والحصر، بحيث يحج إلى هذه البقعة ما يزيد على 200 مدرسة، ما بين المدرسة العتيقة وما بين الزوايا وما بين المجموعات الأخرى
كل هذه المجموعات وهذه الزوايا وهذه المدرسة مدارس تلتقي في هذا الصعيد، وقصدها وهدفها واحد، وهو التباري في حفظ القرآن الكريم. المدرسة العتيقة تعلت كباقي المدارس العلمية السوسية تقوم بواجبها الديني والوطني، حيث تبث في تلاميذها وروادها روح حب الوطن، وتبث فيهم التشبث بالثوابت الوطنية، المذهب المالكي، العقيدة الأشعرية، التصوف السني للإمام الجنيد، إمارة المؤمنين. هذه هي الثوابت الوطنية التي لا بديل عنها. المدرسة العتيقة طالت يعني تقوم بهذا الواجب، والوافدون عليها يعني يستفيدون منها ما يحتاجون إليه من الأمور الدينية التي هي ضرورية ولا بد منها. إذن المدرسة العتيقة يعني العبد الضعيف المذنب يقوم بإلقاء بعض الدروس العلمية لطلبة المدرسة. وفي هذه المدرسة أيضا فقيه آخر يقوم بتدرير وتحفيظ القرآن الكريم للنشأة. إذن وبالتالي فالمدرسة العتيقة للولية الصالحة طالت مدرسة علمية قرآنية. وكما في علم الجميع نستقبل زوارنا ونستقبل وافدين علينا، ونقوم بواجبنا، يعني نقوم ونحاول أن نؤدي المسؤولية التي تحملناها على أعتاقنا، ونسأل الله عز وجل القبول والإخلاص في هذا العمل. المدرسة العتيقة تعتمد على القرآن الكريم وعلى السنة النبوية، وتعتمد على العلوم الشرعية وعلى العلوم الدينية، بحيث الآن حاليا لم تخضع لهذا النظام الجديد، وإنما قامت على النهج التقليدي الذي ورثه الخلف عن السلف.